هتصدق لو قلتلك إن الصرف الصحي اتحول لبنزين؟ يعني لا هتشتكي من غاز أو زيادة أسعار بنزين، الصرف الصحي هيمشي عربيتك من غير ما تغرم كتير. وده لأن في شاب مصري عبقري قرر يخرج بره الصندوق ويعمل اختراع مفيش زيه اتنين في مصر. ايه تفاصيل الاختراع ده وازاي الصرف الصحي هيتحول لبنزين؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. ارتفاع أسعار البنزين وأسعار العربيات والكهرباء خلى ناس كتير تشوف بدائل، لدرجة إن من ضمن البدائل دي بقت الصرف الصحي. أيوة زي ما سمعت كده. بطل الحكاية اسمه محمد جمال، شاب عنده حوالي 30 سنة من الجيزة، من قرية بسيطة جدا. حياته كانت عادية جدا زي أي شاب مصري. اتخرج سنة 2017 من الجامعة العمالية وابتدى يلف على شغل زي أي حد بيدور على فرصة. اشتغل في مصنع تلاجات وبعدين دخل قسم التكييفات، شغلانة زي أي شغلانة، يوم يعدي وتاني وراه. لكن محمد عمره ما كان بيشتغل وخلاص، كان دايما بيسأل نفسه هو ليه مفيش حل أسهل لطاقة؟ ليه البنزين بيغلى وليه مفيش بديل نظيف؟ في البداية بدأ يفكر في الهيدروجين، يمكن ناس كتير سمعت عنه وناس تانية لأ، بس ببساطة كده الهيدروجين ده واحد من أنظف مصادر الطاقة في العالم، ممكن يشغل عربيات ويولد كهرباء من غير تلوث تقريبا. بس المشكلة إن إنتاجه بيحتاج طاقة كبيرة أو مواد كيميائية، بس اكتشف إن مياه الصرف الصحي فيها المادة دي. ومن هنا بدأت الرحلة الحقيقية سنة 2021. قرر يدخل في الجد ويشتغل على جهاز يحول مياه الصرف نفسها لغاز هيدروجين ومن غير أي مواد كيميائية. تخيل كمية التجارب اللي حصلت، محاولات فشلت، أجهزة باظت، فلوس راحت، وقت ضاع، بس هو مكمل. كل مرة كان يقع كان يرجع تاني يجرب، يعدل ويغير ويطور لحد ما وصل لفكرة عبقرية. عمل جهاز عبارة عن نظام كهربائي مغناطيسي متوصل بخزان بتمر فيه مياه الصرف. المية دي بتتفلتر وتتعدى على خلايا مخصوص، والخلايا دي تفصل غاز الهيدروجين عن باقي المكونات. طيب السر فين؟ السر في مادة موجودة أصلا في المية دي اسمها اليوريا، ودي بتساعد على استخراج الهيدروجين بطاقة أقل بكتير من الطرق التقليدية. يعني بدل ما تستهلك طاقة ضخمة بتوفر حوالي 95% من الطاقة. ببساطة كده الراجل حول حاجة ملوثة ومضرة لوقود نظيف ممكن يشغل عربيات، ويمكن في المستقبل يشغل مدن كاملة. ومش بس كده، بعد تعب وتجارب سنين محمد قدر ياخد براءة اختراع رسمية على فكرته، وكمان حصل على أكتر من 45 جايزة وتكريم. لكن رغم كل ده هو شايف إن ده لسه البداية. محمد حلمه أكبر بكتير، عايز يشوف مصانع في مصر بتحول مياه الصرف لطاقة، عايز يحول مشكلة بيئية كبيرة لمصدر دخل وطاقة نظيفة للبلد كلها. وبيتكلم كمان إن الهيدروجين ممكن يبقى بديل حقيقي للبنزين والغاز، وممكن يستخدم في توليد الكهرباء. يعني احنا قدام فكرة ممكن تغير شكل الطاقة في المستقبل كله. بس السؤال الحقيقي هنا، هل اختراع زي ده ممكن ياخد فرصته ويتنفذ على أرض الواقع، ولا هيفضل